السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي قناة كرة رياضة. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي نتحدث فيه كالعادة عن مباريات الدوري الإسباني. بالنسبة للمباريات التي لعبت الجولة 21 من الليغا، لاس بالماس تعادل مع أوساسونا بهدف لمثله. مايوركا خسر أمام ريال بيتيس بهدف دون رد. أتلتيكو مدريد تعادل مع فياريال بهدف لمثله. إشبيليا تعادل مع إسبانيول بهدف لمثله. ريال مدريد انتصر على البلد الوليد بثلاث أهداف دون رد. رايو فايكانو فاز على جيرونا ب2-1. ثم أتلتيكو بلباو تعادل مع ليغانيس بهدف بدون أهداف. ثم مباراة اليوم حيث فاز فريق برشلونة بسباعية على فريق فالنسيا مقابل 1. ثم تختتم الجولة بمباراة ألافيس وسيلتا فيغو غدا الاثنين على الساعة 8 ليلا بتوقيت غرينتش. بالنسبة لمباريات الجولة 22 من الدوري الإسباني، تنطلق المباريات يوم الجمعة بمباراة ليغانيس ورايو فايكانو على الساعة 8 ليلا بتوقيت غرينتش. ثم تستأنف المباريات يوم السبت بمباراة ختافي وإشبيليا على الساعة 1 زوالا بتوقيت غرينتش. ثم مباراة أتلتيكو مدريد ومايوركا على الساعة 5:30 بتوقيت غرينتش. ثم مباراة ريال مدريد وإسبانيول على الساعة 8 ليلا بتوقيت غرينتش. ثم مباراة الأحد برشلونة يواجه ألافيس على الساعة 1 زوالا بتوقيت غرينتش. فيغو فالنسيا يواجه سيلتا فيغو يوم الأحد على الساعة 3:15 بتوقيت غرينتش. ثم أيضا مباراة ريال بيتيس وأتلتيكو بلباو قمة الجولة على الساعة 8 ليلا بتوقيت غرينتش. ثم تختتم الجولة بمباراة جيرونا ولاس بالماس يوم الاثنين على الساعة 8 ليلا بتوقيت غرينتش. بالنسبة لترتيب الليغا الدوري الإسباني، ريال مدريد في الصدارة ب49 نقطة. المركز الثاني أتلتيكو مدريد ب45 نقطة. المركز الثالث برشلونة ب42 نقطة. المركز الرابع أتلتيكو بلباو ب40 نقطة. المركز الخامس فياريال ب34 نقطة. ثم المركز السادس جيرونا ب30 نقطة. هذا هو ترتيب الدوري الإسباني. بالنسبة لأسفل الترتيب، ألافيس المركز 17 ب20 نقطة. إسبانيول المركز 18 ب20 نقطة. المركز 19 فالنسيا ب16 نقطة. المركز الأخير بلد الوليد ب15 نقطة. هذا هو ترتيب الدوري الإسباني. بالنسبة للإحصائيات المتعلقة بهدافي الدوري الإسباني، روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة ب17 هدفا في الصدارة. المركز الثاني كيليان مبابي ب15 هدفا. المركز الثالث رافينيا دياز ب12 هدفا. المركز الرابع أنتي بوديمير لاعب أوساسونا ب10 أهداف. ثم المركز الخامس دودي لوكاي بيكو لاعب إشبيليا ب9 أهداف. كنشكركم على المتابعة، وإلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله.